بصوا يا جدعان، انا مش عارف اللي انا هقوله ده ممكن يحصل ولا لا. هل اصلا في نسبة 1% ان هو يبقى حقيقة؟ بس بصراحة كده يا جدعان عايز اروح كاس العالم. يا نهار ابيض، الواد اتجنن. كاس عالم ايه يا ابني اللي تروح؟ انت مجنون؟ عارف التذكرة هناك بكام اساسا؟ لا، ما انا مش عايز اروح كمشجع، عايز اروح كصانع محتوى عادي. ده انت كده فلتت منك على الاخر. كنت صدقت الكام الف اللي بقوا متابعينك دول. ممكن ما يبقاش عندي ملايين، بس هم ناس حقيقيين. يمكن اكون فعلا عندي كام الف بس على السوشيال ميديا، بس بعمل افكار وفيديوهات بتجيب ملايين. لا حول ولا قوة الا بالله. يا ابني انت ما بتفهمش. انت عشان عملت كام فيديو جاب كام مليون هتعمل لنا فيها صانع محتوى؟ في الاول وفي الاخر مجرد حالة ترند وهيروح لحاله. بس انا ما عملتش فيديو ولا فيديوهين هم اللي ضربوا يعني. بالعكس، انا عملت كذا فيديو بكذا موضوع، كل واحد مختلف عن التاني. الحمد لله قدرت اوصله للناس ويتشاف كويس. والالوفات اللي انت مستقل بيها ديت تابعتني وانا باقل الامكانيات. هل انا عندي استوديو ولا احدث مايكات؟ وقعدت تقريبا 9 او 10 شهور على كرسي بلاستيك. اليوم لما طورت جبت لي الكرسي اللي انا قاعد عليه ده. انا ما الا عايز فرصة. مش عارف بصراحة الفيديو ده ممكن مين يشوفه عشان اخد الفرصة دي، بس انتوا اللي وصلتوني للي انا فيه ده دلوقتي. انتوا اللي خليتوني ناس ما كنتش احلم انها تشوفني على موبايلها بقت دلوقتي بتشوف فيديوهاتي وتعمل لي كمان لايكات. انا يمكن مش اقوى حد في المجال ده، بس عندي شغف اقسم بالله لو حد شافه هيترعب. عندي كمية افكار لولا عجز الامكانيات اللي عندي مش قادر ان انا اطلعها. انا كل اللي انا فيه دلوقتي ده كان مجرد حلم زمان، وعمري ما كنت اتخيل ان هو يتحقق. وكان بيتقال لي نفس الكلام اللي هيتقال لي في الفيديو ده تقليدا مني، وان انا عمري ما هوصل. ورغم كل ده عمري ما لجأت الواسطة، وحتى دفعت اعلانات ممولة على فيديوهاتي. صبرت واحتسبت وكنت بدعي ربنا كل يوم وبشتغل. فانا مش عايز غير فرصة اتحط في مكان صح. لو يا عم ما نفعتش مشوني، شركة راعية بقى، مذيع في قناة، حد مسؤول. انا بطلب فرصة، وصدقوني انا هبقى قد المسؤولية. فاظن ان انا كده عملت اللي عليا وهسيبها على ربنا. وان ليس للانسان الا ما سعى، ان سعيه سوف يرى.